وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث قدسي. الله جل جلاله يقول: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. كلام واضح. وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فالله جل جلاله أمره بين الكاف والنون، كن فيكون، فلا ينبغي على الإطلاق. وأنا أحذر أن نميع ديننا باسم السياسة. لعنة الله على سياسة تجعل الإنسان يتخلى عن قرآنه وعن توحيده وعن سنة نبيه. لعنة الله على أي سياسة تجعل الإنسان أيا كان يتخلى عن عقيدته. أي سياسة هذه نجاسة وقذارة وحقارة أن يتخلى الإنسان عن دينه باسم السياسة أو باسم المصلحة. أية مصلحة؟ المصلحة كل المصلحة أن تخضع لربك وأن تخضع لدينه وأن تقول بقلبك ولسانك وجوارحك: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا تتنازل عن دينك أبدا، ولا تميع دينك وتتخلى عن أصولك وثوابتك باسم السياسة. ألا لعنة الله على سياسة تجعل الإنسان يتخلى عن أصوله وثوابته وأركانه. هذا زمان الفتن. تمسكوا واعتصموا بالله، اعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله. الاعتصام بالله هدى، ملكش ملجأ في هذه الفتن الحالكة السواد إلا أن تلجأ إلى ربك وأن تعتصم بربك. هذا زمان الفتن. أقسم بالله هذا زمان يباع فيه الدين، يباع فيه الدين. أنا أقسم بالله على ذلك. يباع فيه الدين بحفنة عفنة من الدولارات أو الجنيهات. يباع الدين. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يا الله، بادروا أي سابقوا الفتن قبل أن تحل بكم بالأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اسمع: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ يبيع دينه. يبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض حقير زائل من أجل دنيا. نسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق. ما فيش حد أكبر من الفتن، خلي بالك، فيش حد أكبر من الفتن. ولذلك حذرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم من التعرض للفتن. اوعى تتعرض للفتنة أبدا، لأنك لا تعلم كيف يكون حال قلبك إذا عرضت للفتنة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، هتقطع رقبته، ستقطع رقبته وستهلكه. ومن تشرف لها تستشرف، يعني من عرض نفسه للفتن أهلكته الفتن. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فأنا أحذر نفسي وإخواني وأبنائي من أن نعرض أنفسنا لأي فتنة. لا تعرض نفسك الفتن، وكما سأبين في هذين الأصلين